السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وان شاء الله خوتي تكونوا في الف صحة والف عافية. خوتي، كما عودتكم دائما بالجديد، انا كنت خوتي جبت لكم أكلة هايلة، أكلة بنينة بزاف، أكلة خفيفة صيفية رائعة. نديروها خوتي، ماهيش راح تطلب لنا وقت بزاف، وسهلة وتجي ما شاء الله. نبداو خوتي هنا على بركة الله، نبداو نقدموا الوصفة تاعنا. أنا كنت خاوتي كيما تشوفوا هكذا، جبت البطاطا تاعي. أنا كنت استعملت 2 كيلو تاع بطاطا، نظفتهم جيدا ونقصهم خاوتي هكذا إلى شرائح. قصوا البطاطا تاعنا إلى شرائح هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا خاوتي. كنت كذلك استعملت طماطم، استعملت 4 حبات كبار، نستعملوا معاهم حبة صغيرة تاع بصل و3 سنات ثوم. نرحيهم كذلك خاوتي كيما راكم تشوفوا هكذا خاوتي، نرحيهم نحطهم على جنب. هنا خاوتي نروحوا للكفتة تاعنا. كنت استعملت رطل الكفتة، نديرو ملعقة تاع زبدة، نص ملعقة تاع طماطم، نديرو شوية كزبر، شوية فلفل عكري، شوية راس الحانوت، ونديرو شوية فلفل الكحل، نديرو شوية دبشة هكذا خاوتي، ونحطو في الأخير الملح دائما خاوتي كيما نقولكم على حسب الرغبة. وكذلك نزيدو في الأخير نضيفو مغرفة تاع لا شابلير اللي راح تعطينا بنة هايلة للحم تاعنا، وتعطينا طراوة للحم تاعنا. وكذلك يبقى اللحم تاعنا كي نقليوه ما يتحللناش إن شاء الله عز وجل. أنا خاوتي كون جبت كوكوطة، حطيت فيها ملعقة تاع زبدة، 4 ملاعق تاع زيت. نحطو الطماطم هاذيك تاعنا والبصلة والثوم اللي كنا رحيناهم، نحطو شوية فلفل عكري، شوية راس الحانوت، شوية فلفل كحل، وشوية كزبر خاوتي، ونحطو ملعقة كبيرة تاع طماطم، الملح دائما على حسب الرغبة، ونحطو الدبشة، نحركو المكونات جيدا مع بعضها، ونحطو كاس ماء. والبطاطا خاوتي هذيك اللي كنا قصيناها شرائح نقليوها ونحطوها ونسويوها في الكوكوطة تاعنا هكذا خاوتي كيما راكم تشوفوا. طريقة سهلة، ماهيش راح تطلب لنا وقت بزاف. نديروها خاوتي وإن شاء الله تنال إعجابكم. نسوي البطاطا تاعنا أكل خاوتي كيما راكم قاعد تشوفوا، ومن بعد نديرو الكفتة تاعنا اللي كنا كذلك قليناها، نحمروها جيدا، نقليوها ونحطوها فوق البطاطا هكذا. في الأخير نجيبو راس فلفل حار نديروها، وهذا اختياري اللي حاب الحار، ونديرو شوية دبشة. وهنا خاوتي نروحو مع بعضنا نديرو صوص فرماج نحطوها في الأخير، آه، في الأخير مع الفورماج ربي. نجيبو شوية تاع فورماج، جبن أي جبن تشتيوه نتوما خاوتي، ونحطو معاه شوية تاع كريم فريش، ونحطو شوية ما، ونرحيو المكونات هكذا مع بعضها. وتحصلوا على القوام هذا كما راكم تشوفوا هكذا خاوتي. وهنا كنت كما راكم تشوفوا جبت قطعة فرماج ربي، ونربيوها هكذا خاوتي في صحن، ونحطوها على جنب باه نضيفوها في الأخير في البطاطا تاعنا. لا خاوتي كما راكم تشوفوا كانت طابت لي، جات ما شاء الله. ونحطوا صوص الصوص تاع الفرماج هذيك اللي كنا خدمناها مع بعضنا، نحطوها خاوتي مع بعضنا هكذا، ونضيفوا في الأخير الفرماج ربي، ونحطوها لمدة 10 دقائق، 10 دقائق على الأقل، على الأكثر نحطوها 10 دقائق فقط ونحيوها، وتكون الأكلة تاعنا طايبة وجدة. إن شاء الله خوتي ديروها وتنال إعجابكم. ما تنسونيش خوتي دائما بالدعاء، بالدعاء ونكثروا من الدعاء. وهنا خوتي نقدموها مع بعضنا في صحن التقديم. كانت جات هايلة، جات ما شاء الله، ما جاتش جارية بزاف، جات بطاطا الله يبارك طايبة زبدة، وكانت الكفتة ثاني طابت لنا ما شاء الله بالطريقة هذه.
جات صوص بنينة بزاف، صوص طماطم مع الفرماج، جات روعة الله يبارك. إن شاء الله خوتي ديروها وتنال إعجابكم. ما تنسونيش خوتي بالمتابعة والمشاركة والضغط على زر الإعجاب وزر الجرس بيلحقكم كل المنشورات. وما تنسونيش خوتي دائما دائما بالدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.